سبحانه وتعالى. أنت تقول ما في كامل إلا الله. سألتك أمس النبي ناقص، قلت إنه النبي ما أعرف، أظن قلت لي ناقص، وحتى ما أظلمك والله ما أدري لأن أنا ناقشتك. ما خلتني أكمل امبارح أنت. بس أنا أريد يعني أبين لك شيء يا أخي. أولا أنت الآن قلت مسألة مهمة، إنه إحنا الله تبارك وتعالى يسألنا. يعني مو أنا غرضي إنه أبين إنه أنا أفهم والسني لا يفهم، وإنه الشيعة على حق والسنة لا لا لا، والله إحنا كلنا نتبع لها. ممكن أنا غلطان، بس شلون في إنسان غير كامل كما أنت تقول الكمال فقط لله، والله تبارك وتعالى يقول بالمطلق ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم عليهم، ثم قال ومن يطع الله ورسوله، ثم قال ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. شلون الله تبارك وتعالى النبي عنده نقص والله يقول لي بالمطلق من يطع الرسول فقد أطاع الله؟ أجاوب؟ تفضل. أستاذ وعد، لنفرض يعني أحاول أقرب لك إياه ويا ريت تفهمني. أنا لو أجيب مجموعة من البشر وأعطيهم وأجيب لهم روبوت سريع بالحساب وسريع بالركض وسريع بالقوة، قوة العزم، المحركات اللي بداخله قوي العزم، وأطلب من مجموعة هالبشر إنه يعطوني نفس الفعل، وأعطيهم فترة حياة 70 سنة، وبالنهاية أطلب منهم نفس النتاج اللي ينتجه هذا الروبوت. قولا واحدا، ولا واحد راح يعني يحاول يحسن من نفسه أو يحاول يطور من نفسه لحتى يوصل مواصيل هذا الروبوت. ليش؟ النتاج تبع هذا الروبوت. ليش؟ لا فرب العالمين. لا خلي أجاوبك على هاي أمر الروبوت. أولا أكمل العبارة، أكمل الفكرة عشان يفهمونها الناس. فرب العالمين لو بعث لنا إنسان كامل، لو بعث لنا رسول كامل، يعني حتى محمد وحتى في آيات بالقرآن تدل على هذا الشيء، إن رب العالمين بعث بشر مثلنا بضعفنا بقدراتنا وكان أفضلنا. لا ننسى هذا الكلام. يعني أنا امبارح لما قلت إنه عمر اجتهد فأصاب ومحمد اجتهد فأصاب، صلى الله عليه وسلم اجتهد فأخطأ، فهذا مو انقاص من محمد، لأنه في محمد أفضل من عمر ومن أبو بكر في آلاف الجوانب، ولكنه لا يمكن أن يكون كامل، لأنه لو كان كاملا لما اتبعه أحد. قولا واحدا لازم نعرف كلياتنا، قولا واحدا، لا ألف عمر ولا ألف أبو بكر ولا ألف علي ولا ألف عثمان. بس اسمح لي، كانوا قادرين. اسمح لي أكمل لك هالعبارة الصغيرة لو سمحت. تفضل. كانوا قادرين أن يبدأوا الأمة الإسلامية. لو لم يبدأها محمد فهو أشرف وأفضل الخلق الذي جمع أفضل صفات البشر بأفضل صورها، ولكن من المستحيل أن يجعله الله كاملا، لأنه لو كان كاملا لبعثه ملكا منذ البداية، ولو بعثه ملكا أو لو كان كاملا والكمال لله فقط لم يتبعه أحد على الإطلاق. طيب لكلنا تعجزنا ووضعناه حجة بيننا وبين رب العالمين وقلنا له أنت بعثت لنا واضح مثله. أول شيء الأخوان كتبوا لي إنه الأخ ذو الفقار المغربي موجود معنا على البث، وهذا الأخ أنا أعزه جدا وأحترمه جدا وله عطاء، فأقول له مرحبا بك أيها الأخ الكريم وأهلا وسهلا بك، وأسأل الله العلي العظيم أنه يوفقك دائما وابدا. بالمناسبة هو الأخ من المتواجدين دائما معنا على القناة، وله يد بيضاء في تقريب أغلب الأخوة اللي يستبصرون نتيجة متابعة رجل يضع قناع على وجهه، يعمل بمفرده ولكنه أخلص النية لله تبارك وتعالى، والسماء لم تتركه ولن تتركه، وسيكون جزاؤه عظيم عند الله تبارك وتعالى. فهو معنا الآن في البث الأخ ذو الفقار المغربي، فأقول له مرحبا بك أخونا وأهلا وسهلا وشرفتنا بتواجدك. طيب
الله يحفظك أخونا ذو الفقار. سلم عليك ذو الفقار المغربي سيدنا الحبيب سيد مجد. حياكم الله أخونا العزيز ذو الفقار، مرحبا بك، نورت وأنست. الله يحفظك ويبارك فيك إن شاء الله. الأخوة الآن تبرعوا إلى القناة يقولون تحية بمناسبة وجود الأخ ذو الفقار، الأخ رزاق والأخت أظن أم فاطمة يحيون الأخ الحبيب ذو الفقار إن شاء الله تبارك وتعالى. إن شاء الله يشارك معنا إلى أن تتهيأ ظروفه إن شاء الله. أسأل الله أن يبارك فيه. يستطيع المشاركة على التيك توك إن شاء الله. شوفوا إخواني، هذا أنا قبل أن أبدأ الحلقة ذكرت مسألة معينة، أنه الإنسان لا يستصغر القليل. رجل ما يستطيع أن يظهر وضع قناع على وجهه، ولكنه قلب الموازين لكثير من الناس والعوائل. فكل واحد يستطيع أن يكون ذو الفقار السوري، ذو الفقار العراقي، ذو الفقار المصري، ذو الفقار المعرف منه، لأن هذه ساحة الإعلام الآن بالكلمة الطيبة وبالدليل العلمي سوف تصلون إلى قلوب الناس. أهلا وسهلا به مرة أخرى. أخونا الكريم، أنت قلت أنه الريبورت أنه ما نستطيع وسنشعر بالعجز لأنه الله بعث لنا إنسان كامل. أولا إشكالك يكون على الله تبارك وتعالى، لأنه الله تبارك وتعالى كامل ولا ناقص؟ والعياذ بالله كامل. طيب لو أن الله تبارك وتعالى كامل، يأمر بالكمال ولا يأمر بالنقص؟ أمرنا فقال لنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا لا لا, لا. هذا النفس، هذا متعلق. شوف أخونا الكريم، أنا إنسان عندي عقل وأعرف كيف أسأل. أنت الآن أجبت عن متعلق المكلف، وسؤالي عن متعلق المكلف اللي هو الله تبارك وتعالى. فأعيد السؤال، الله الكامل عندما أمرنا بالكمال ولا بالنقص؟ أمرنا هو. وأعدوا لهم ما استطعتم، ولم يقل وأعدوا لهم كل ما لديكم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي. يا أخي أنا أتكلم عن أمر يا منذر أخونا الكريم منذر، هذا استطعنا نحن، صح ولا لا؟ الآن مو سؤال عن نحن، إحنا نستطيع أن نفعل ونعد العدة، هذا متعلق بينا. سؤالي مش بالمخلوق، سؤالي بالخالق. الخالق عندما أمر بالكمال ولا بالنقص؟ الخالق عندما أمر. سؤالك بالخالق، ويأمر نفسه الخالق؟ هل الخالق يأمر نفسه؟ يا عم الله يرحم والديك، أنت مو قلت الله كامل؟ صح. أحسن. لما أرسل لنا هذا القرآن، قرآن كامل ولا ناقص؟ القرآن كامل. أحسن. إذن الله أمرنا بالكمال فأرسل لنا الكامل، صح؟ أرسلنا ديانة وشرعا كامل. أحسن. لكن لم يأمرنا بالكمال. اسمع، الآن الله لا أمرنا باتباع القرآن، الله أمرنا باتباع القرآن ولا لا؟ صح. وذم الذي يؤمنون ببعض القرآن ويكفرون بالبعض، ذمهم، قال كل القرآن. صح. وقال تبيانا لكل. الآن هذا القرآن اللي أمرنا الله تبارك وتعالى به قابل للتطبيق ولا ما قابل؟ والله الله أمرنا بما لا يطاق. سيد وعد، رب العالمين أمرنا بالصيام، صح؟ الله يا أخي أرجوك، إحنا مو يعني أنا شوف أريد أصل إلى الحق. الله تبارك وتعالى يا سنة اسمعوني، الله أمرنا أن نتعبد بهذا القرآن. هذا القرآن يطبق ولا لا يطبق؟ يعني ابنك عمره 6 سنوات تجيب له 100 كيلو وتقول له ارفع 100 كيلو، الجيران والهاي يقول لك مخبل مجنون. ليش؟ لأن كلفت الطفل بما لا يطيق. مخبل، أنت مخبل. الآن الله لما كلفنا بهذا القرآن نستطيع،
هذا القرآن يطبق على الواقع ولا ما يطبق؟ يطبق على الواقع. أيوة، مين اللي يطبق هذا القرآن؟ المؤمنين. أحسن. إذا ممكن للمؤمنين أن يكونوا كمل، يتفاضل بعضهم على بعض حسب العبادات. لا 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 لا, لا. ممكن لم يأمرنا بصيام كل الدهر. ممكن مؤمن الآن النبي طبق القرآن ولا لا؟ طبق القرآن. إذا النبي كامل. مستحيل يكون كمال لله فقط. انت تسرق صفة من صفات الله. الكمال لله فقط، لا يوجد كمال على الله. شلون النبي مطبق الكامل ويمشي كامل، هو قرآن يمشي على الأرض هو ناقص؟ يا عمي معقول أنتم؟ أستاذ وعد. طيب خليني أمشي الدور. في القرآن